ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ النهارده هنعمل الكشري المصري. تابعوني في الفيديو ده. النهارده هنعمل الكشري المصري بقى. هنا انا محضره الحاجه بتاعته. هنا شعريه ومكرونه سباكيتي، مكرونه اللي هي الخواتم، زيت، خل، ملح، فلفل، كمون. وهنا حضرت التومه بتاعت الصلصه بتاعت الكشري. وهنا بشرت بصل رفيع خالص علشان التقليه بتاعتي تبقى مقرمشه وذهبي كده. هنحط اول حاجه زيت عشان نحط زيت كتير عشان البصل يبقى مقرمش. بحط زيت على التومه وبسلق العدس. نرفع بقى التقليه دي على النار. هنا ضربت شفشق طماطم كده وهحط عليه ملح وفلفل وكمون. حطيت البصله كده شوحها على عين وغليت ميه علشان الكشري لما احط عليه الميه عشان يستوي. وهنا التومه بدات تصفر معايا، هقوم حط عليها خل واحط عليها الصلصه والتوابل واسيبها تتسبك. انا الكشري بعمله كل حاجه على عيني، بلاقيه خلص مفيش، مجرد ما بخش المطبخ مجرد ما بخرج كده التسبيكه بتاعتي جاهزه. هسيبها بقى تتسبك براحتها عقبال ما انا اشوح البصله ديت عشان تبقى تقليه مقرمشه. لسه برضو ما وصلتش للدرجه اللي انا عايزاها. كده انا طلعت البصله بقى، هي بس عشان لسه فيها زيت. اول ما المناديل تشرب الزيت بتاعتها هتبان قرمشتها. وهنا بقى في نفس الزيت اللي كان فيه البصله هحط شعريه. دي اهم تركه بقى علشان يبقى طعم البصله في الكشري كله تمام. وابتدي اقلبها. هنا الشعريه اتحمرت معايا، اقوم نازله بالرز. وبعد كده هنزل بالميه السخنه احط ملح واقلب. بعد ما الرز يشرب الميه بتاعته كده هضيف له العدس بقى اللي انا سلقاه. وهحط عليه شويه تقليه من اللي انا عاملاها وشويه كمون واقلبهم بقى مع بعض واوطي عليهم علشان يستووا. طبعا التسبيكه هنا بدات تتسبك معايا. وبكده اكون خلصت معاكم الكشري المصري. استنوني في الفيديوهات الجايه ان شاء الله.